5 حاجات من خلالها تعرفي ان السخونية اللي عند طفلك دي سخونية فيها خطر على الطفل، ولازم تروحي للدكتور فورا. لو اول مرة تشوفيني، انا دكتورة مروة البرغلوثي، اخصائية اطفال وحديث الولادة، واكلمك على السخونية وامتى تكون خطر. اول حاجة، السخونية دي عرض مش مرض. عرض يعني ايه؟ يعني الطفل بيبقى عنده مرض تاني او سبب تاني فبيظهر من ضمن الأعراض اللي بتظهر على الطفل هي السخونية، عشان تعرفك إن الطفل بيعاني من حاجة. طب إمتى تكون خطر على الطفل؟ أول حاجة إن الطفل يكون أقل من 3 شهور. لو طفلك أقل من 3 شهور فورا تروحي للدكتور، تديله خفض حرارة باراسيتامول، وتوديه لو أنت عارفة الجرعة كويس حسب وزن طفلك، ووديه للطبيب يقولك إيه السبب ويكتب لك على العلاج المناسب لطفلك. تاني حاجة، لو الطفل أكبر شوية بس الحرارة ما بتنزلش ولا بالخوافض ولا باراسيتامول ولا بروفين، وعملتي تبدل كل 4 ساعات وبرضه كمادات، وبرضه الحرارة قعدت 48 ساعة ما بتنزلش، لا لازم نروح للطبيب نعرف السبب ويكتب لك على العلاج المناسب ويقول لك الطفل عنده ايه. طب في اعراض تانية مع الطفل، لقيتيه تعبان جدا، مش قادر يقوم، همدان، وشه شاحب جدا، الطفل ما بينطقش، لا ساعتها لازم تروح للطبيب، ما تستنيش لحد 48 ساعة يعدوا. رقم 4، ان حصل طفح جلدي على الجسم سواء احمر او بنفسجي، او بيروح او ما بيروحش، روحي للدكتور وهو يأكد لنا اذا كان ده حاجة خطيرة ولا لا، ويقول لنا الطفل عنده ايه ويكتب لنا العلاج المناسب ليه. لو ظهر طفح جلدي مع السخونية لازم تروحي للدكتور. لو السخونية دي ظهر معاها اعراض تانية زي ترجيع، اسهال، كحة شديدة، تخشب في الجسم، لازم فورا تروحي للدكتور علشان يكشف عليه. لو حصل تشنجات للطفل مع الحرارة، دي اسمها تشنجات حرية، ولازم تروحي للدكتور خصوصا لو أول مرة تحصل، علشان الدكتور يقيم الحالة ويقولك تعملي ايه. الخلاصة في الموضوع ان مش كل سخونية خطر، بس في علامات زي اللي احنا قلناها قبل كده. العلامات دي مش لازم نستنى على الطفل، ومش لازم نقول لا انا هديله خوافض حرارة في البيت، علشان دي علامات من علامات الخطر، ولازم الدكتور هو اللي يقيم الحالة ويقولك تعملي ايه، علشان لا قدر الله لو تأخرنا ممكن الطفل يتأثر او صحته تتأثر. فلو حصل اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده توجهي للطبيب فورا، علشان دي حالات تعتبر من حالات الطوارئ. بس ايه اللي ممكن اعمله قبل ما اروح للدكتور؟ ممكن نعمل له كمادات وخوافض حرارة، نديله خفض حرارة لو انت عارفة الجرعة كويس، لانه مينفعش ندي كده. باراسيتامول بيأثر كميته الكبيرة على الكبد، والنون ستيرويدال او الحاجات اللي هي زي الابيبروفين او الدوكلوفينيك اللي هو الدولفين، والحاجات دي ممكن تأثر على الكلية. مينفعش ندي الحاجات دي من نفسنا، لازم تكون بجرعة مظبوطة ويكون الدكتور قالك عليها قبل كده. طيب انت ممكن تعملي ايه تاني؟ ممكن تعملي له دش بمية فترة مش ساقعة، عشان المية الساقعة غلط على الطفل لو هو حرارته عالية. اعملي له دش بمية فترة قبل ما توديه، وبعد كده عشان نلحق ان الحرارة تنزل. متنسيش تكتبيه في الكومنتس ايه اكتر حاجات نزلت الحرارة بسرعة عند طفلك، وتعملي شير وسبسكرايب علشان تنفعي الامهات لو حصل ان حصل لاطفالهم سخونية، يعرفوا ايه علامات الخطر مع السخونية.